الصلاة تفوتك. بينما كان حطاب يجمع الحطب ويصنع منه أكواما قبل نقله إلى بيته، إذا بشاب يركض ويلهث من التعب، فلما وصل إليه طلب منه أن يخبئه في أحد أكوام الحطب كي لا يراه أعداؤه الذين هم في أثره يريدون قتله. فقال الحطاب: ادخل في ذلك الكوم الكبير. فدخل وغطاه ببعض الحطب كي لا يرى منه شيئا، وأخذ الحطاب يحتطب ويجمع الحطب. وبعد قليل أبصر الحطاب رجلين مسرعين نحوه، فلما وصلاه سأله عن شاب مر به قبل قليل ووصفاه له، إذا به الشاب نفسه المختبئ عنده، فقال لهم: نعم، لقد رأيته وخبأته عنكما في ذلك الكوم، ابحثوا عنه فإنكم ستجدون. الشاب في كوم الحطب يسمع الحديث، فكاد قلبه يقف من شدة الخوف عندما سمع الحطاب يخبرهم بمكانه. فقال أحدهما للآخر: إن هذا الحطاب الخبيث يريد أن يشغلنا في البحث عنه في كوم الحطب الكبير هذا ليعطيه فرصة للهرب، لا تصدقه، فليس من المعقول أن يخبئه ثم يدل عليه. هيا نسرع للحاق به. ومضيا في طريقهما مسرعين، ولما ابتعدوا واختفيا عن الأنظار خرج الشاب من كوم الحطب مذهولا مستغربا، وقد بدت عليه آثار الاضطراب والخوف، فقال معاتبا للحطاب: كيف تخبئني عندك وتخبرهم عني؟ أليس لك قلبا يشفق؟ فقال الحطاب: يا بني، إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى، ووالله لو كذبت عليهم لبحثوا عنك ووجدوك ثم قتلوك. سر يا بني على بركة الله، وإياك والكذب، واعلم أن الصدق طريق النجاة. والله بس.